في مشهد نادر هز القلوب في مدينة صور، رحل زوجان في اللحظة نفسها، لم يفصل بين موتهما سوى خبر. الحاج حسن عبد الله كريت توفي اليوم، وما إن أبلغت زوجته الحاجة زينب أسعد قشور بوفاته حتى توقف قلبها حزنا لتلحق به فورا، وكأن الحياة لم تعد تحتمل فراقه. حادثة حزينة لكنها كشفت عمق قصة حب عاشها الزوجان لأكثر من نصف قرن من الزمن، في تفاهم ووفاء وشراكة حقيقية أثمرت عائلة ناجحة يشهد لها كل من عرفهما. الحاج حسن أحد أبناء العائلة التي أسست معمل بوظة كريت، الاسم الذي يحمل في ذاكرة أبناء صور طعم الطفولة والحنين. لم يكن مجرد صناعي ماهر، بل جزءا من ذاكرة المدينة وتفاصيلها الجميلة. أما الحاجة زينب فكانت رفيقة الدرب، الحاضرة في الفرح والتعب، لم تستطع أن تقبل حياة بلا شريكها، فاختارت الرحيل معه كما عاشا معا. قصة لا تختصر بحادثة وفاة، بل بحب صادق لم يهزمه الزمن ولا حتى الموت.